وقبل ذلك كانت العرايش كتجيب الرمله حاشاكم بالدواب، ودعاوني وحكموا عليا بعام الحبس نافذ. ملي جا هاد السيد العامل قال لي ممنوع منعا كليا، جا صردوا واحد المافيا مولات ثمين، جميع الرمال البحريه ممنوعه وفيها الحبس وفيها مصادره ديال الشاحنه. بودكاست نيوز على العرائش نيوز. مرحبا بمشاهدي العرائش نيوز في برنامج بودكاست نيوز. هذا البرنامج اللي كنستضيفوا فيه مجموعه ديال الضيوف كنناقشوا من خلاله الشأن المحلي والشأن الاقليمي والشأن الجهوي وكذلك ما يتعلق بالشأن الوطني. مجموعه من الضيوف كنستقبلهم من خلال هذا البرنامج اللي كي مهمين او لهم تدخل مباشر سواء في الشأن السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي. اليوم كنستقبلوا الضيف ديالنا الحاج مصطفى بن حمدان، رئيس تعاونية شاحنات نقل الرمال ومواد البناء، باش غنناقشوا معاه موضوع ديال الرمال. هذا الموضوع اللي اصبح عنوان على مجموعة ديال الصحف سواء المحلية او الوطنية بعد عمليات ديال تسجيل عمليات ديال الاعتداء بالسبب ديال هذاك او ظهور ما يسمى بمافيا الرمال اللي انتشرت على نطاق واسع داخل اقليم العرائش. مرحبا بالحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم بن حمدان مصطفى، رئيس تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش لمدة 30 سنة. هذه التعاونية تأسست عام 1993. قبل 1993 كانت العرايش المصدر ديال هذا الرمال كل واحد فيه كيمشي عشوائي. كان نوضو في الصباح كنمشي شي كيمشي لمسيطرو، شي كيمشي لسيدي عبد الرحيم، شي كيمشي للغديره، شي كيمشي لولاد صخار وكيجيب الرمله. هكذا كانت الامور. وقبل ذلك كانت العرايش كتجيب الرمله حاشاكم بالدواب. كيبغي البناي كيقول انا خصني 10 د الحمير كيجيبوهم له. فمن جات 1993 جا واحد القانون تنظيم المقالع باش الدوله غادي تبقى تدخل المواد من المقالع المستحقات، مقالع الرمال والحجاره وكل ما هو اسم المقلع. الا سمحتي الحاج، دابا من قبل ما 93 وهذا القانون هذا كان داكشي بشكل عشوائي، اي واحد عنده كما قلتي البهيمه او على يهود للبحر يهز الرمله ويجيبها من الطبيعه. صافي هادشي اللي كنا حيت حنا دابا خدمنا سنين قبل من هذا التنظيم هذا. كنا كنمشيو في الفجر كنطلعوا لسيدي عبد الرحيم ونجيبوا الرمله ونمشيو نسيطروا نجيبوا الرمله من كل مطاح كنجيبوا الماء. ما كنخلصوا حتى واحد حتى حاجه. كل واحد كيمشي كيشري كاميون كيمشي يخدم. كانوا كاميونات بطبيعه الحال كانوا قلالين، كانوا 10 ولا 20. كان البيرلي وفورد ربيعه وبيض فورد، هادو اللي كاع ما كانوا هاد الميتشيات وديك الشيء. المهم في 1993 جاء قانون تنظيم المقالع، والدوله خصها تخلص في جميع الرمال ولا الحجاره ولا اي حاجه. فعيطنا السيد العامل اللي كان ديك الساعات السي بوسيف، عيطنا العماله قالنا شوف غادي ندير لكم الجمع العام هنا وغتكونوا تعاونيه باش يكون عندنا واحد المخاطب اللي غادي نتبعوه على الفلوس ديالو وكذا، الفلوس ديال الدوله وديك الشيء. يلا درنا الجمع العام تما ودار المكتب وصافي وبقينا نخدموا. بدينا داك الساعات كنخلصوا. كاين مخزنيه كيكونوا في خميس ساحل اللي بدينا بسيدي عبد الرحيم، وكاين حراس دايرهم وزاره الداخليه، مديريه الشؤون القرويه دايره واحد 3 الناس زائد العسكر كيعطيو البوان وكيتجمعوا ديك البوان كتجي واحد شهر شهرين 3 شهور كتجي من وزاره الداخليه واحد اللجنه كتهز داك البوان مشيو يعطيو لنا الحساب وكيسردوا لنا كيقولوا لنا من التاريخ فلاني الى التاريخ فلاني عندكم قدام المتر خصكم تخلصوها لنا. كيجينا فاكس. لقينا هيداك في سيدي عبد الرحيم. مع ذلك واخا عندنا المقلع وهذا باقي الناس كيمشيو ديك الساعه مسيطروا ولا هذا، كانت باقا عشوائيه ما كاينش الضبط مزيان. باقي ما تزيرت. بقينا تما حتى 2002 في سيدي عبد الرحيم جا المشروع السياحي اللي دشنو سيدنا بديك بور ليكسوس. قالوا لنا خصكم تشوفوا شي بلاصه اخرى. مشيت كنقلب عاود بسيدي بوقصيبه، تجبرت تما عاود كتبان الرمليه، حيت حنا دائما كنكريو من وزاره الداخليه الكتبان الرمليه اللي كتكون كتضر بالساكنه وبالفلاحه
وكنهزوها بالريح كتهجم هاد الكتبان على الاراضي الفلاحيه. عندها الاف السنين كنهزوها. منين لقيت ديك الرمله تما كتبان الرمليه كبيره، ولكن الطريق ما عندهاش، ما كاينش الطريق، ما عندك كي دير تمشي ليها. شفت مع ديك الساعات السيد العامل كان بيوكناش، قال لي صافي الا بغيتو تعاونوها نعاونكم، عطونا السفنه. وبقينا كنعدلوها 10 الكيلومتر، صوبنا ديك 10 الكيلومتر. اليوم راه داروا لها القدرون، نفعاتهم. الطريق هذه سيدي بوقصيبه من جهه الساحل تبع جماعه الساحل. تبع جماعه الساحل. شهرين وحنا خدامين فيها جميع الشاحنات والطراكسات والدينافات، وهذا تصوبناها وصلناها حتى للبحر. بقينا من 2002 جينا لسيدي بوقصيبه قلت لك، بقينا عاود تما حتى ل 2007 وحنا خدامين. تقاضوا ديك الكتبان الرمليه، ناض الصداع علينا. كان تما ديك واحد الفرنسي كيقولوا له ارميس، مستثمر ديك المستثمر تما، وبدا كيتشكى بينا لسيدنا، كيمشي الشكايات حتى عند سيدنا. جا العامل ديك الساعه عاود كان ولا عامل اخر مرابط، قال لي ودي غير شوف كيفاش تقلب على شي بلاصه اخرى. قلت له واخا. مشينا، حيت هاد الماده هادي ما تقدرش توقف، لان هادي بحال الطحين، بحال ضروري خصهم الناس يبنيو. فهم. مشيت لهاد ولاد صخار، لقيت تمايا. فاش بديتوا في ولاد صخار؟ في 2007. انا غادي لك بدينا في 1993 قبل حنا في سيدي عبد الرحيم. في 2002 مشينا لسيدي بوقصيبات. في 2007 بدينا في ولاد صخار. مشينا لتما بطبيعه الحال. ملي كنمشي كنجبر شي محل، كيجي السيد العامل كيسترد واحد اللجنه اقليميه المتتبعه للمقالع باش يشوفوا ذاك المكان واش تابع المياه والغابات، واش تابع الجماعه السلاليه، واش تابع الخواص. كيقولوا هذه تابع الجماعه السلاليه. توكلوا على الله، تعدى المحضر، مشينا صافي شبرنا العقد، بدينا كنخدموا تمايا. يلاه بدينا كنخدموا عاود واحد 4 شهور ولا 5 شهور، ظهر واحد السيد قال لك اسيدي هذيك راه الارض ديالي. واليوم راه عندي مع المتابعه، راه جا عاود حياها، راه عيطوا لي الدرك الملكي قالوا لي راه واحد السيد كيشتكي بانك ترابيتي له على الارض ديالو. ودابا راه غدا خصهم يستمعوا لي، غدا ان شاء الله غنمشي عندهم اليوم ناخذ لهم. هادشي في ولاد صخار. ولاد صخار. حيت شنو وقع في ديك ولاد صخار؟ كاينه واحد المجموعه ديال كيقولوا الملاكه، شي 162 واحد كيقولوا هذيك الارض ديالهم، ودعاوني وحكموا عليا بعامد الحبس نافذ. شفتي الا سمحت الحاج، انا بيدي طلقت واحد السيده كتقول بان الزوج ديالها بيدو كان رافع عليكم دعوه على التعاونيه. نعم. كتقول ما عرف شحال عندهم من قطار تما، ما مدى الصحه ديال؟ لا هما دابا شوف شنو وقع. منين جاو ديك الناس وقالوا لي ودي هاد الارض ديالنا، انا اش قلت لهم؟ الناس مستوى عالي، يعني فيهم حتى الوزاره، ماشي زعما فيهم حتى شي مات الله يرحمه. انا دابا هذا عاد جا عاود واحد البارح هما كيتصنتوا له الجدرميه، قالوا لي السيد راه تقدم بك شكايه. قلت لهم واخا دابا نجي. اش كيديروا هما؟ كيمشيو كيضلوا العداله، كيديو له واحد 3 تيترات، 81 82 83 20 في الاخر عندهم 81 83. العداله ملي كتشوف القضاء، ملي كيشوف التيترات كيقول هاد الناس هادو التيتر مقدس ما يمكنلكش هذا. هما اللي كيضلوا العداله. التيترات عندهم الشيء المعمل ديال السكر في هذيك الاتجاه، اما البحر ما عندهمش. كانوا دروا مطلب تحفيظ وترفض لهم لان الجماعه السوريه دارت تعرض. اش كدير المحكمه؟ شنو غدير باش توقفك؟ كتسرد الخبراء. جاو عندنا الخبراء من المغرب كامل، واحد من طنجه، واحد من قنيطره، واحد من سيدي قاسم، واحد من الرباط، واحد من القصيري. هادو كاملين جاو وثبتوا للمحكمه على ان هاد الخبراء ديال الطوبوغراف، هادو اللي الخبراء الخبير كتعينوا المحكمه. لان انا كنقول له ما خدامش انا في ديك المكان، وهما كيقولوا خدام. شكون اللي خصو يثبت للمحكمه داك الشيء؟ الخبراء. كيمشيو بيناتو على من يدعي. كيمشيو الخبراء كيجبروها بانها هذيك ارض ديال الجماعه السلاليه اللي انا كنخلصها. ثانيا الدوله راه ماشي حمقى تعمل لك تكريلك وتعطيك الترخيص
والارض فيها نزاع، هذيك الشيء صافي، راه عندي الاحكام وعندي كل شيء ما كيهمش. دابا هما ملي كيدعيوني شنو فين هما دابا هاد الناس هادو عندهم يعني واصلين، ما نقول لكش شكون هما، بان فهذا الشيء دابا افتار دابا تقريبا واقيلا واحد من 2008 على واش ملي بديتوا نتوما في هذا الشيء ديال المقلع ديال ولاد صخار والمشاكل المشاكل 5 شهور دازت غير 5 شهور جا هذا قال لك ديالي كيفاش ديالك ونخلص الدوله ولا نخلص كليلك انا نفسي غنخدم. كتعطيون واحد المقدار شي ناس كيتسميو راسهم ذوي الحقوق. دابا ذوي الحقوق دابا الحمد لله دابا هما تفاهموا ذوي الحقوق، حيت تمايا كاين مملكه وكاين جماعه سلاليه، جوج ديال الانواع. هذوك المملكه هما اللي مع ديك الناس اللي تيدعوا الارض ديالهم، وجماعه سلاليه هي اللي مع وزاره الداخليه لان هي الوصيه عليهم. جوج ديال الاطراف دائما، ولكن الحمد لله دابا كلهم كيتخلصوا كلهم. هذا الامور هدرت. هذا السيد هذا عاد جا أن يجرب واحد الدورة قدم بيا شكاية، وأنا عندي الأحكام. أنا واخا ماشي طرف، ولكن أنا كتمثل تعاونية كنجري على داك الطرف الخبز داك كيخدموا الناس. ما هما مساكن ما ديك الناس ديال الدواور ما داو بشي، لأن كانوا غيديو لهم الأرض 1400 هكتار اللي حررت لهم، دخلت فيها الحبس وهداوني وحكموا عليا بعام الحبس نافذ. المهم دوز حتى الحمد لله استقر الأمور. دابا راه غادا الأمور على ما يرام. قلنا هذا هو التاريخ ديال باختصار ديال التعاونيه. غير واحد الملاحظه مثلا عندنا في التعاونيه عنده واحد الطابع اجتماعي اكثر. يعني مثلا ملي كنا كنشوفوا وعاد نرجعوا له مثلا واحد الوقت كنتوا كتنافسوا شويه مع ضرب الشركه ديال الرمال اللي كانت هنا. غير هاد الشركه ما كانتش اللي كيجي عندك تعطيه منحه، اللي كيجي عندك تساعدو، تساعد الفرق، تساعد الاسر، تساعد كذا. هاد الطابع زعما واش عندكم نتوما في القانون الاساسي ديال التعاونيه؟ ولا البعض كيقول ودي راه هاد الناس كيعطيو هاد الفلوس بهاد الطريقه اذا راه كيعملوا هما شي حاجه غير قانونيه؟ لا اللي كاين هو هاد التعاونيه مبنيه على الدراوش، والدرويش كيحن على خاه الدرويش. هاد الناس المعوزين وكان يمشي اللي بغى الدواخت يمشي كنسردوه الفارماسيان، اللي بغى يعمل تحاليل كنسردوه يعمل تحاليل. مسائل اجتماعيه كنخدموا فيها بزاف. كنبداو بديالنا وبالناس ماشي غير ديالنا، لان كاين حنا ديالنا فيهم اللي هما فقراء فقر مدقع عندهم ما كاين شي. هاد المساله ديال هادوك بوحدهم هادوك كيخدموا راسهم، هذاك شخص كيخدم الطراكس واللي كيتخلص. حنا لا، حنا عندنا الالاف ديال الناس خدامه وكل شيء كيعيش وكل شيء كهذا. وهاد المساله ديال العمل الاجتماعي معروفه. التعاونيه هكا هي نهار اللي بدينا وحنا هكا على قد استطاعه من بعد وحنا غاديين هادشي. دابا ملي كنمشيو تناقشوا دابا نتوما داخل التعاونيه ما كيجوش تدخلات مثلا الاعضاء حق راه بزاف الفلوس كيخرجوا بهذه الطريقه، حنا اولى بهم يبقاو في الرصيد ديال التعاونيه. حيت في الجمعات العامه ملي كتحاسبوا كلشي كتلقى واحد النصيب كيتقسم. دابا داكشي اللي كيتعطى لهاد الناس راه من ديك النصيب على حسب داك النصيب يا سيدي. ما كاينش هاد التدخلات لا والو الحمد لله. هما تيجيو بعض المرات كيقولوا لي ودي واحد السيد راه مسكين راه عنده العمليه راه كذا كذا. هما اصحاب المكتب كيجيو كيقولوا خصنا نعاونوهم، هما بيدهم. لان انا قلت لك كلهم ناس فقراء بسطاء كيحنوا على خوتهم بحالهم اللي بحالهم. اللي قدرنا عليه كنديروه، ما كان من ناحيه ديال المسائل الكبيره بحال ديال الاصلاحات ديال الدوله. انت شتي ديك المرسى راه بقينا شهرين خدامين بها بالبلعه ديال التراكسات والكاميونات كاملين باش تريب ديك الشيء. راه خصك تاشرون خصو مليار تما باش يريب لك ديك الشيء. خدمنا تما شهرين حنا خدامين. لا بيكا كنمشيو نشطبوها. هاد الاعمال هادي حنا هادشي على حساب التعاونيه، على حساب التعاونيه. ما حنا كتعيطنا اللي عيطنا سواء حنا بحال دوك الجنود احتياطيين. ملي تيجي سيدنا خصنا حنا نديو الكاميونات للدواور نجيبوا الناس. ملي كان اي حاجه الزلزال الحسيمه مشينا بالكاميونات، والزلزال ديال الحوز مشينا عاود كذلك بالكاميونات. هذا هو حنا الطبع ديالنا هكا غادا التعاونيه. وشي ربي واقف معنا على هاد البركه اللي تنعملوا وكنعاونوا. ربي كيعاوننا. ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه.
بغيت الحاج تعطيني شي تصور على الحجم ديالكم في السوق على مستوى الاقليم. كنظن واقيلا نتوما الاكبر واللي كاينين على مستوى الجهه. وشنو هي مثلا هذا الرمل ديال العريش في كتوصل على مستوى الجهه، على المستوى الوطني، الحجم ديالكم داخل الجهه في السوق؟ شوف، هو في 2006 قبل من 2006 كان طنجة عندها المقلع دهواره ياخذوا الرمله من تما. تطوان كتاخذ من الويدان ومن تمنع في 1993 تمنع ولات الامور بزيره. في طنجة سدوا لهم حتى 2006 لان كانوا جاو شي قطريين غيديروا تما مشاريع شاطئ، داو شي شاطئ ووقفوهم لان ما يمكنش مشاريع سياحيه تما والرمله كتهز من تما بحال اللي كان بقى عندنا حنا في سيدي عبد الرحيم. جا الرمله في البحر واقيلا ما صلحاش اللبني، ما كتهزش لا ما كانتش صالحه، ولكن هكا كنا كنخدموا قبل بها. المهم في 2006 ملي شدوا لهم هما ناضوا داروا الاضراب وسدوا الطريق، ولكن الدوله صافي اتخذت قرار صافي. شي مشى للحبس، تسجن، شي هذا. مشيت انا لعندهم الغرفه التجاره اللي حدا الولايه، تجمعوا لي داك الناس طنجة كاملين الحرفيين. قلت لهم شوف، هادو ديال ارباب الشاحنات ديال طنجة. قلت لهم ما تقلقوش، مادام حنا باقي عندنا الكريال. كنا ولينا حنا ديك الساعات في سيدي بوقصيبات في 2006 باقيين حنا في سيدي بوقصيبات. قلت له دابا حنا غنديروا معكم بحال اللي كانوا داروا الانصار مع المهاجرين، غنعيشوا كاملين. هذا الحل درتو وغيصبح قانون. قلت لهم شوف، حنا غنخرجوا الرمله من المقلاع فين حنا خدامين، وغادي نحطوه في المستودعات. ديك المستودعات كانوا ديجا عندنا كيجيو الناس تطوان، غير تطوان ما كانش كيجيو الناس طنجة. وغادي نتوما تجيو تهزوا، نتوما ديو درهم وحنا نديو درهم ونعيشوا كاملين. واخا هي كتبان مساله فيها دوبل طرافاي، يعني غتسخوي وتولي عاود تشارجي، ولكن حلينا مشكل ديال الاف ديال الشاحنات ديالهم ونخدموا كاملين، ماشي نخدموا غير بوحدنا، ما يمكنناش. ومنعنا المنخرطين ديال التعاونيه يدخلوا لطنجة باش يعيشوا كاملين. انت خويا تما دي ديك البركه ديالك. حتى صبحت قانون، ولا عيط لي ديك الساعات، كان ديك الساعات الوالي حصاد وكان مع الكاتب العام مصطفى الغنوشي، وعيطوا لي وقالوا لي ودي الله يرحم الوالدين ندير معاهم اتفاقيه، ودرنا هذيك اتفاقيه حبيه على اساس هذا الموضوع اللي درت لهم، ومشات الامور غدا هيداك. دابا حنا حيت علاش العريش هي الوحيده اللي عندنا المقلاع المرخص على صعيد الجهه، ما كاينش شي مقلاع في الرمل، في ماده الرمل. اما هو كاين انواع ديال الرمل ديال الكونكاساج وديال هذا، غير هو هاد الرمله المرخصه الغريب في الامر هي ما كيمشيش منها حتى 50% للاستهلاك، ال 50% الاخرى كلها كتجي مسروقه. مناطق متعدده، سواء في طنجة كاينه اشقار، جبيله، سيدي قاسم، هواره. في تطوان كاينه مارتيل كلها رمله من التحت، اللي كيحفر سيساس كيخرج 5000 متر، اللي كيحفر شي سلطه كياكل من تحت. وكيجيبوا من ازلا ويجيبوا من الويدان. وهذه حنا دابا حنا كنعرفوا بعض الاشخاص اللي ما عمرهم جاو داو الرمله من خدامين هما مقاولين كبار كيبنيو العمارات وعندهم الرمايك وعندهم كل شيء، ولكن ما كيجيوش يجيبوا ديك الرمله، كيخدموا في السوق السوداء. ملي كانت لادراكا نقولوا راه هما كيدوم لادراكا، دابا ما كاينش لادراكا. اذا المزود الوحيد هو المقلع ديال ولاد الصخر دابا. ابتداء من ياش وانتم المزود الوحيد القانوني على مستوى الجهه كامله؟ ابتداء من 2006. من 2006 وما كاينش شي مقلع رمله قانوني. ملي سدوا لهم المقلع. ولكن فين بقات دابا؟ هي كنزودوا جهه طنجة تطوان. هاد التعاونيه راه كتحرك عجله الاقتصاد على صعيد الجهه. اكيد يعني ان شوف، ملي كيخدموا معاها عشرات الالاف ديال الشاحنات، حيت حنا كنحطوها هنا كيجيو الالاف ديال الشاحنات باش يهزوها. ما خدمناش غير بوحدنا، حنا كنحطوها كيجيو من طنجة ومن تطوان ومن مارتي ومن كاستييخو ومن رينكون، كل موطا كيجيو يهزوا. اذا حنا خدمنا ديك الناس. شحال غيخدموا معاهم ديال الستاسيونات ديال المازوط، شحال غيخدم معاهم كراجات ديال البنواد، الروايض، الكراجات ديال الميكانيك، البياس ديتاشي، واحد المجموعه ديال زائد العمال ديال البناء
وديال عندي الحاج واحد التساؤل. بزاف الناس دابا اللي ما فاهمينش هذا المجال ديال القطاع كيقولوا هذه المساله ديال الرمله كانت عند الناس ولا المهنيين قبل كانت مربحه على دابا، رغم ان دابا مثلا الثمن ديالها طلع الطلب عليها ولا كثر. يعني البنين اللي كاين دابا في طنجه ولا في الجهه ولا حتى في العرايش ما كانش يقبل بهذه الوتيره هذه. شنو السبب ان مثلا المهني ديالكم كيقولوا بان قبل كانت احسن من دابا؟ كانت احسن من دابا لعده امور. هادي انت جبتيني نرجع لعاوتاني. حنا كنا كنهزوا الكتبان الرمليه، كنهزوها بالبالا. هاد الكتبان الرمليه بديناها من سيدي عبد الرحيم، سيدي بوقصيبات، ولاد صخر. في ولاد صخر تقاضات الكتبان الرمليه ما بقاتش. منين ما بقاتش ديك الكتبان الرمليه اللي كنديو اللي كانت مزيانه وكان ما كنخسروا عليها لا تغربيل لا غسيل ولا حتى شي حاجه كنعملوا. انت شوف شنو كنديروا لا دابا مفهوم، كانت الجوده ديالها مزيان. دابا كان اكثر من النص كنسيبوه. فاهم. كنسيبوا هاد النص د الحجار، ها الرمله اللي مزيانه، والنص ديال الغيث كيبقى واحد شويه د الرمله، يعني كتسوى غاليه بز منك زائد كنخلصوا للدوله واحد المقدار تقريبا كيهزوها من الكارير راه بشي 100 درهم وشي، لان 25 درهم ديال التجهيز، 23 درهم الداخليه، 6 درهم ديال الجماعه، و20 درهم ديال ذوي الحقوق. يعني هذه كيهزها باقي في بلاصه. من بعد منين تقاضات هاد الكتبان الرمليه غادي نخليو الاسواق ديالنا بلادنا واقفه. احنا حريفيه، هذه هي المهنه ديالنا، خصنا نقلبوا على الحلول. قلبنا على الحلول، شفنا النصارى كيفاش كيديروا، قلبنا شفنا النصارى كيفاش كيديروا، بقينا نجيبوا المواكن. اول واحد جبنا المواكن هو انا، جبت الماكينه ديال لافاج بحال هي هذه، بحال هذا الشيء كتغسل الرمل، يعني ولينا نحفروا الارض. هذيك الارض اللي كنحفروا هي مزيانه، ولكن خصها تغربل وخصها تطحن وخصها تغسل، عاد تخرج لك واحد الكميه. اذا احنا نقدنا الموقف بلا اخبار الدوله، بلا ما كاين مساعده، ما كاين منين جابوا هاد الناس هاد الرمله، ما كيسقسيو شي. وحلينا مشكل على صعيد الجهه. وانت كتشوف طنجه تبارك الله الاستثمارات اللي فيها والمشاريع اللي فيها بفضل الله، ثم بهاد الطريقه اللي درنا ولاو دابا ديك المستودعات كل واحد دار هاد لي ماشين باش يطريطي هاد كما عملت الاشاره الحاج. شرتي بان العمليات ديال المراقبه ديال الدوله لهذا النوع ديال المقالع تطورت بواحد الشكل كبير مؤخرا، ولات على حسب من الفهم ديالي، وسبق لي ناقشت معك هذا الموضوع في واحد الاتصال، قلت ديالها ولا مراقبه بالدرون. دابا الناس باقي كيفهموا بان انتم راه كتمشيو تهزوا الرمله وكتديو الفلوس واش كتهزوا شحال ما بغيتو فوقاش ما بغيتو وكتبيعوا كما بغيتو. اذا كانت هذيك تعطينا شويه ديال الكرونولوجيا كيفاش تطورت هذه العمليه المراقبه؟ هي هاد العمليه هذه بدات الله اعلم في 2018 ولا 2019. فاش كنتوا عملتوا ديك الاضراب وقع مشكل بينكم وبين السلطه؟ لا احنا دابا الاضراب ديك الساعات شنو هذاك الاضرابات اللي درناهم ماشي على هذا الشيء. حنايا اضرابات هذيك الرمله دابا اللي في 2010 تمنعت. 2010 جميع الرمال البحريه ممنوعه، وفيها الحبس وفيها مصادره ديال الشاحنه. كان جا هذا القانون هذا. العمال اللي كانوا كيجيو من ديك الفتره كيتسامحوا، بعض المرات كيخرجوا ديك الناس الهيضه، حيت الا ما هزين الكريال هو هذا المقلع باش نمشيو ليلو كيتعرضوا لنا هذوك، كيقول لك هزنا هذا الرمله الا ما هزيتيهاش راه ما تدوش شي. كنتساعدوا معاهم. ولو دوار بزاف بعدا في منطقه الصخر كامله. شوف كاينه الهييضه وكاينه الغديره وكاينه ولاد الصخر وكاينه برغه وكاين بزاف ديال كاملين خدامين بالبهايم على سنين. هذيك الرمله ممنوع تمنعت في 2010. مع ذلك كنضطروا حنايا نهزوها لهم باش نخليونا نمشيو للكريال. ملي كنهزوها الكاميون اللي حصل كيمشي للحبس وكيتصادروا له الكاميون، كنغامروا وكنحصلوا. دابا نتوما بقيتوا في السلطه وما بين ديك ما كاينش اللي يحميك. مشينا هكاك حتى الامور غادا هكاك. واحد المره ملي كان المرابط خرجوا الناس وقطعوا الطريق، هذوك العربيه ملي ما بغيناش نهزوها لهم حنا ديك الشيء باش كنوقفوا بهذا الطريق، وقفوا لنا في الطريق القصار قطعوها. ما كاين لا ماشي. عيط لي العامل قال لي سير وسلام هكا غاديين حتى جا هذا السيد العامل ديالنا دابا اللي هو معنا. ملي جا هذا السيد العامل قال لي ممنوع منعا كليا. قلت له واخا كلامك والله
ممنوع. شنو انا غادي نمنع؟ غادي نمنع ديالي المنخرطين ديالي، كتفتهم قلت لهم ممنوع اللي حط يدو في ديك الرمله هذيك ديال اللي كتطلع بالدواب غنجري عليهم التعاونيه ونوقف نحبسوا العقوبه ديالهم. صافي يلا. ولكن شنو وقع؟ هما جاو تعرضوا لنا مني تعرضوا لنا وقفنا. ايوا جي حمينا قلت لنا ممنوع هادي. هادشي علاش كنا وقفنا ماشي لا شي حاجه. دابا ملي جا السيد العامل هذا الجديه عنده ما كاينش، قال لك هذيك ممنوعه. شنو وقع لنا منين تمنعت هذيك؟ المنخرطين في التعاونيه كنقول لهم اللي حدا راه نجري عليه ما يبقاش في التعاونيه. كيبقاو يريكلاميو عليا كيقولوا لي الحاج وحنا كتفتينا وها انت شوف 40 50 تراكتور غادي قدامنا نشارجيها بحال اللي خوينا لهم الساحات جات معاهم بقاو يديوها رخيصه فابور. وديك المئات ديال التراكتورات كلهم داروا لبنات كيعلي كيخوي كيولي كيجري عاود كيدير 10 فيازات في النهار وكيدوزو حدانا وحنا محرومين منا. لهذيك الشيء قلنا للسلطات والسيد العامل قلت لنا ممنوع وخصنا ممنوع على كل شيء، غير اما تكون حلال على كل شيء او تكون حرام على كل شيء. بحال هذاك دابا سيدي عبد الرحيم حنايا تزولتونا من سيدي عبد الرحيم لان جا سيدنا غادي نجيو لهذيك الحاجه. بما انك شرتين هذه العلاقه ما بينكم وبين العامل خصوصا في هذا بغينا شويه اشاره على كل مره كنسمعوا بان لجنه برلمانيه جات تزوركم كل مره شنو كيتقال المقلع عيتشات قال حصلوكم كتعمل كذا في المخالفات قال شنو الطبيعه ديال هذه الزياره ديال اللجان وكيفاش كيتعاملوا؟ لا اللجان مره كتخرج لجنه متتبعه للمقالع باش كتشوف طريقه العمل ديالنا واش في اطار كناش تحملات او لا. هذه اللجنه البرلمانيه كانت من اجل الاطلاع على طريقه الاشتغال ديال داخل المقلع كيفاش كتشتغل التعاونيه. هذا المقلع المرخص اللي هو عنده الترخيص ديالو رقم 15 على 2019 وعقد الكراء مع الداخليه رقم 8808 وكذلك التراخيص ديال البيئه جاو طلبوا منا الملف القانوني ديال التعاونيه. عطيناهم هذا الملف القانوني اللي فيه جميع الشروحات اللي غيطلعوا عليها. عطينا هذه وهذه عطيناهم ديك الملف كامل راه داوه راه غيطلعوا عليه وجاو باش يشوفونا الطريقه وجبرونا. الحمد لله شنو كنديروا كنخدموا كنحفروا باش نديو داك الشيء باش كنطحنوا هذا ومني كندوزوا داك المكان كنطمروا من فوق مورانا وكنعملوا الشجار وكنغرسوه بحال اللي ما كاين والو كيبقى داك الشيء الكريال صافي ما بقاش فيه شي حفاري ولا شي حاجه وحنا غاديين. ما تسجلتش عليكم الحاجه شي مخالفه؟ لا والو حتى شي ملاحظه ما تسجلت الحمد لله. هذه المره هذه ما تسجلت علينا عندنا الكتاب ديال الملاحظات تما باش اللي جات شي لجنه تعملنا ملاحظه. كيفاش كتشوفوا انتم هذه العمليه ديال الزيارات المتتاليه وبعض المرات كتطلق اشاعات مثلا عليكم على التعاونيه كيفاش كتستقبلوا؟ دابا هما الاشاعات لابد لا يسلم المرء من ألسنة الناس ابدا. خشي واخا دير اللي درتي هو الله اللي خلقهم وما قنعوش ما رضوش. حنايا تما كيقولوا لنا كنديو حنا غرام ما كتخرجش تما بلا. علاش؟ لانه ولات الحراسه من طريقه الدرون. يلا هذه واحد السيمانه جاو داروا ديك الدرون ديالهم دابا يسردوا لي شحال الكميه اللي استغرقت. كيفاش كيديروا؟ كتجي الدرون كيجيو لتما ديك التقنيين وكيعملوا لها كيطلقوها فوق المقلاع كامل كتصور المساحه وكتقول لك عندكم هنايا 100,000 متر. كدوز شهرين ولا 3 شهور وكتجي كتطلق عاود ديك الدرون ما عندك فين تخبع ولا تخبع شي حاجه ولا حبه الرمل كتحسب. كيقول لك راه هنا بقات هنا غا 50,000 اذا خصكم تخلصوا 50,000. هذا هي الطريقه من تاريخ كذا الى تاريخ كذا من التاريخ اللي جينا وعبرنا بالدرون الى هذا التاريخ ديال ديك النهار جاو هذه غير سي سيمانه خصكم تجيبوا لنا هاد الفلوس هذا كتجي هي ديك النهار صردت لي شحال كنخلصوا غير في هاد السنوات الاخيره راه اكثر من 100 مليون درهم باقي ما حسبتلكش ديال 23 راه مليار سنتيم اكثر من 10 المليار سنتيم. سمعنا مليار 100 مليون درهم اكثر من 10 مليون سنتيم زائد ذوي الحقوق. بلا ما نهضر لك على ذوي الحقوق اللي كيديوها اللي كدي الدوله. اما ذوي الحقوق راه
حتى هما كتعطيهم كل الناس ديال ما بالمترو. عندكمش مشكل دابا كما قلت راه كنت سبقت الاشاره. غنجيو الحاج دابا اهم مشكل هو اللي كيثار دابا واللي اصبحت مساله الرمال على كل لسان، على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الوطني. المساله انا نهضر على العرايش. كما عملت انت في القراءه ديال الكرونولوجيا كانت عاديه بان كانوا الناس خدامين، والعمليه ديال الرمال المهربه كانت كتتم خصوصا في العلاج بواحد الشكل محتشم، يعني الناس بالمواطار كذا، وكانت الامور ماشيه. اليوم اصبح هذه العمليه النهب على نطاق واسع، ولينا كنشوفوا كريانات كيتفتحوا دون اذن السلطه. ما فهمناش داك الشيء، عينا ما نعملوا حنا التغطيات سواء في سيدي عبد الرحيم دابا ولاو كيمشيو حتى الجهه ديال عين الشوك. ديك النهب واسع، الناس كتجي باش تشوف الارض ديالها كتكون غايبه، كتجي كتجبر الارض ديالها كامله تحفرت. التطور الخطير في هذا الامر هذا هو ان هاد اللي كيشرفوا على هاد العمليات اصبحوا مافيا منظمه وكيعتدوا على الناس، من ضمنهم الاعتداء على الناس ديال التعاوني ديالكم. نعم. شنو ممكن تقولنا على هاد ظاهرة سرقة الرمال سببها الجشع والطمع في الاغتناء السريع من طرف مافيا الرمال، خاصة بهاد الضواحي هذه، ضواحي ديال رقادة، سيدي عبد الرحيم، مسيطرو والغديرة والمسيرة وبرغا وقلا. هاد الناس هادو ومولات الثمين، موالين التراكتورات مولات الثمين، وهادو اللي كيسرقوا هنايا في رقادة كذلك مولات الثمين. يعني المافيا، الشغل ديال المافيا. هاد الشيء كامل طمع في الاغتناء. احنا فويخ نضنا كنحاربوا هاد الناس هادو. ولكن زعما علاش هاد الظاهره ولات بزاف؟ واش السوق كيطلب كاين خصص من الرمله؟ واش التعاونيه ما قادراش زعما تكفي السوق؟ انا نقول لك الظاهره ماشي ما تكفيش. التعاونيه هذه راه كانت هي دراكا كان كيجيب الله حنا ما نكفيوش. شنو وقع؟ هاد المجموعه اللي قلت لك انا في طنجه وفي تطوان اللي كيخصهم الرمله تكون رخيصه، حيت حنا ديالنا ما يمكنناش نبيعوها اقل من الثمن اللي بشريين حنايا شاريينها، وهما لا، هما كيديوها كيبيعوها لهم رخيصه. اذا هادوك اللي كيسرقوها كيستغناو، واللي تيشريوها منهم كيتغناو. حنا كنبقاو نتفرجوا فيهم لان المنافسه غير شريفه. هو حنا كنخلصوا الدوله والجماعه والتجهيز وكل المتطلبات ديال الدوله وذوي الحقوق، وهما كيمشيو يهزوها ما كيخلصوا حتى واحد. اذا كي غادي ندخلوا معاهم للسوق؟ ولينا حنا ضايعين. كنبقاو حنا شنو كنخدموا 3 ايام في السيمانه، ولينا كنخدموا 3 ايام في الشهر. الناس دخل عليهم الشحط، بداو كيبكيو، كلشي كيبكي، بداو يوميا كيجيو عندي كيستقلوا، كيقول لك انا نمشي بحالي، الاستقاله ديالي ارى لا عندي شي حاجه. يوميا ما بقاتش يسلكهم. شكون اللي قضى عليهم؟ هادو اللي تيسرقوا. اذا هرسونا دابا بحال اللي دقدقوا التعاونيه، يعني بغاو يقضيو عليها نهائيا. حتى في السوق، السوق شنو هو؟ السوق كيكون متطلبات ديال السوق اليومي في الجهه كيكون متطلبات ديال 6000 متر مثلا، ياك؟ هذه اللي طالبها السوق ديال الجهه. هاد 6000 كيديو منا هما 3000 ولا 4000. هما خلونا حنا غير 2000، هو غير 1 ولا 3 ولا 4 بهم، وحنايا مجموعه ديال الالاف د الناس كتبقى لنا في يدنا غير 1000. اذا هذا ظلم. كما قلت المنافسه بطبيعه الحال غير متكافئه. ما كاينش ما يمكنش نقولوا واحد الملاحظه مثلا ملي كان درابو كنتو نتوما كان السوق كان ماشي مزيان، هاد الظواهر كانوا قلال. ملي تشدد الدرابو تفاقمت هذه العمليه ديال النابلين، خصوصا في النواحي ديال بلايا ولا هادشي بزاف. دابا اللي كيشجع هذوك الناس بلايا كيشجعوهم هذوك الناس ديال طنجه. انا قلتها لهم، جا عيطوا لي قالوا لي لا وانت كتمعني علينا حنا. ايوا قلت لهم نتوما حنا هلكتونا. عمرك جيتي تسخرتي شي رمله قانونيه؟ ايوا ملي كنعرفك وانت كتدي غير رمله غير قانونيه. هادو شجعوهم. الاخر كيربح 10 مليون في الليله ولا هذا كي غيدير واخا تقتلوا. دابا الشيء حاليا الحمد لله اللي هذا السيد العامل عطينا مساعده وهذا والدعم. راه عطينا واحد العدد ديال القوه المساعده والشرطه والدراك كيعاونونا باش قدرنا نقصوا من هذا رغم ذلك الحجر باقي كنرصدوا حنايا مساحه هائله ديال النهب ديال الرمال. هاد الناس ما يمكنش كيدوزوا، راه كيدوزوا على الطريق ديال بلاي. فين كيكونوا هاد السلطه، فين كيكونوا هاد الامن، فين هما دابا؟ هو هاد الناس اللي كيخدموا تما منظمين، مافيا منظمه، عندهم الله اعلم حتى الراديوس
وعنده العساسه على كل شيء، عساسه واحد عساس على القايد، واحد عساس على الدرك، واحد عساس على البوليس والتليفونات. احنا خارجين، احنا داخلين من هنا، المهم شعب هذاك الشيء هذاك، وحنا اللي كنمشيو ضحيه. التعاونيه ديالنا هي اللي كتهلك، لانه الا بدات تخرج هادو بغاو يردونا للعشوائيه ما قبل 1993. حنا دابا حتى انا المنخرطين اش كيقولوا لي؟ ايوا خلينا حتى حنا نمشيو نخدموا هيدا، ما غيبقاو يوصلهم والو، هما في مصلحتهم، حنايا نبقاو الانضباط ديالنا فيه غنى ليهم، اما لا طلقتهم راه ما يوصلهم والو. المشكل دابا ديال هادشي ما وقفش عند هذا الحد هذا. دابا ولينا حنا ملي عملنا اشاره مافيا، فكنا كنهضروا على مافيا بمعناها الحرفي، يعني تسجلت اعتداءات جوج المرات على الاعضاء ديال التعاونيه. اذا كان ممكن تحكي لنا على هاد جوج ديال الوقائع كيفاش تم هاد الوقائع. منين قلنا راه ضروري باش نقدروا نقضوا المقلع ونقضوا هاد التعاونيه باش تستمر في المسيره ديالها، خصنا نحاربوا هاد حنا كانوا عندنا الحراس وجرينا عليهم لانه كانوا متواطئين مع هاد المافيا. يقولوا لي احنا جالسين هنا، هم راه خدامين عساسين علينا عناية، يعني كانوا معاهم. دابا ناض المكتب الاداري بيدو قال لك حنا غنمشيو بيدنا، قلت لهم سيروا الله يعاونكم، والسلطه كتعاوننا. السلطه عطاتنا بعض العناصر ديال القوات المساعده والبوليس والدرك، وكيمشيو راه بالليل والنهار 24 ساعه 24 ساعه راهم اساسين تما. واحد المستودع كان دخلنا فيه الشك كيدخل تما يا خويا، لانه اقرب نقطه سولار ضرب المستودع، يعني اللي كيتجمع في هذاك الناس اللي كانوا كيسرقوا في بلايا كيجيبوها المستودع. قلت هو احنا كنقولوا له دير، كيقول والله. قلت له ما عرفتش ديروا، جلسوا هنا في الباب ديالو. ملي جلسوا وتشد عليهم الخناق، جا صردوا واحد المافيا مولات ثامن وجاو ليلهم نهار المره الاولى داو لهم. فوقاش كان هادشي الحاج؟ كنت شي عاقل، انا كنت مسافر شي شهر واقيلا. هيدا داو لهم الحادثه الاولى شي شهر، الاخر اقل. شهر ولا اكثر. داو لهم التليفونات باش ما يعيطوا لحد، وداو لهم السياره وهددوهم، قالوا لهم مره اخرى نصيبكم هنا نقتلوكم، احنا تبرينا منكم. داو لهم ديك السياره. عرفوهم ما شافوهم؟ ما عندهم لا تسمين، ما عرفوهمش. داو لهم حتى السياره. شحال كانوا بعد هادو الاعضاء اللي تعرضوا؟ كانوا 3 في السياره، وداوها ولاحوها في ديك قصيريسي السنديين، سيبوها تما حتى لا غدا عاد صابوها. انا قلت لهم سيروا ديروا ما تحاديوهاش، تيجيو البوليس يديروا البصمات ديالهم ومشاو. هذه الحادثه الاولى. الحادثه الثانيه هي اللي جات مؤخرا اصلا. امور الزياره ديال اللجنه البرلمانيه واقيلا في 3 ايام ولا 4 ايام بحال هكا. موراهم بشي نهار ولا يومين. جاو كانوا كيعسوا الدوريه ديال هادو، جاو ليلهم عاود بالحجر كبار. انا شوف ديك الحجر كثر من هذا الكاس، وكيضربوا الشيفور باش يقلبوه باش يتقلب. دابا هو زايد في الطريق، هما تعرضوا له وسبقوه ووقفوا وبقاو يضربوهم بالحجر حتى دقدقوهم مره. راه الطوموبيل عاد خرجتها دابا، مشاو لها كلشي جاج وهذا، وهما راه جات كانت لامبيلونس داتهم مدقدقين ما فيهم ما يتشاف. راه عملوا لهم الشواهد ديالهم وقدمنا شكايه. هذا الشيء كامل من اجل باش يسرقوا الرمله. وانا والله الا كان قبل ما يجي هذا السيد العامل، كان العمال الاخرين كنت كنقول لهم راه فيها هذا الشيء اللي تما في سيدي عبد الرحيم راه خطر عليكم. علاش؟ لان الغابه مزيونه وفي وسط منا بحال القرعه، بوسط منا واحد حفره كبيره. يعني لا داز شي مسؤول كبير بالهليكوبتر ولا شي يعني يشوف ديك الحفره، هما ديك الموطا اللي كيحفروها هما دابا انتقلوها من تما عاود لجهه اخرى حدا ليكسوس حدا الاوطيل حدا مصيبه وصافي. زعما ما كيتوقفوش وكيهددونا ما كاين غير تهديدات غير. وهادشي دابا الحاج نتوما شنو التصرف ديالكم الا استمر دابا هادشي؟ حنايا حيت دائما نتوما مهددين بالخطر يولي اي مواطن. دابا الخطوره في الامر الحاج اللي بغيت نوضح ربما حتى المشاهدين، هو المساله ديال ان الا شكوا هاد الناس مثلا شي مواطن بالليل ماشي تما بغا يتصور وشكوا فيه بانهم معاكم يجيو يضربوا، راه وقعت واحد السيد كان ماجي لديك ملي كانوا تما ديك اللجنه البرلمانيه، هو مسكين بغا يمشي زعما حيت جمعيه، حتى هو عنده جمعيه،
وكيعرفوه هو في التعاونيه وعنده جمعيه عنده جمعيه ديك إفاس سنيسترا وسي بعد تقبلوا الروايد وهرب هيداك بالروايد شي خطر خطر. واش غنديروا حنا جهدنا نديروه لان السلطه اللي خصها دير ماشي نتوما ديروا نتوما حنا كنطلبوا منها. هي دابا حاليا دايره معنا اليد العون غير هي خصها تزيد خاصه. انا اللي كنبغي نقول للسلطات نوجه لهم من هذا المنبر اللي هم الشيوخ المقدمين يقدروا يساعدونا حيت الشيوخ المقدمين لاجوره ملي كتحط كيعرفوها ديال من وشكون او لا كيفاش ما يعرفوش هذوك مولات الثمين. شوف الحاج السلطه اللي بغات تضبط داك الطريقه السلطه نعطيك غير مثال في الايام ديال الصيف ملي كان هذاك وكانوا منعوا الطاكسيات وكانوا منعوا الناس ينقلوا الناس من البلايا ما كان كيدوز حتى شي واحد. ما تقوليش ان السلطه اللي قادره انها تمنع الطاكسي الصغير يوصل الناس للبحر ما قادراش تمنع كاميون بديك الحجم هاج الاطنان ديال الرمله كيخرج من قدامها. هادشي بشكل واضح باش نكونوا واضحين. كاين تواطؤ على هذه العمليه هما عارفين شكون اللي كيعملها. كاين اصدار كاين ناس مبحوث عنهم كيتساراو في المدينه عندهم علاقه بهذا الشيء. ما يمكنش هذا الشيء يتم الصمت عليه. علاش؟ لان هذا الشيء طوار دابا ولا خطر ولا التهديد ديال سلامه المواطنين. دابا حنا مثلا حنا كناس مشتغلين في الاعلام بمجرد انك كتهضر على المساله فانت مهدد. فما بالك بالناس التعاونيه واش حنا نبقى نخافوا ما نبقاوش نقدروا نمشيو للبلايا بسبب ديال الناس هادو؟ ما يمكنش. نعم خص واضحات ديال هادشي هذا. ايوا حنا كنطلبوا منهم دائما. راه عندنا واحد مشيت قلبت الشكايات جبرت قد هيدا الشكايات عندي على هذا الشيء هذا وكنوجه عاود واحد النداء للمسؤولين ديالنا يهضروا بالنسبه لهاد الجهه ديال الشاطئ لهاد الجهه. دابا العرايش بحال الجزيره داير بها البحر عندي راه تقريبا 8 الشاطئ دابا جهه الغرب كتصدر انت على الجهه ديالها بداها من حبس وانت غادي حتى الشاطئ الصخري هادوك كاينين القوه المسلحه اللي كتعمل حراسه الحدود وهادوك راه ممنوع يخليو شي واحد يقرب بالليل ويهضروا مع الجنرال ديالهم ولا الكورونيل. وهذا انا كنت مشيت لعنده ولكن شوفوا دابا تبدلوا ديك الكورونيلات ما يقرب شي تراكتور تما يجريو عليه خليوه شي على الاقل تكون المعاونه من جميع الاطراف. وكنا درنا واحد الشكايه على هاد موالين التراكتورات. دابا راه حتى الجدرميه غيستمعوا ليها عاد وصلت لعند صرد الوكيل الملك. هذوك بالنسبه للمقدميه والشيوخ ديال الدواوير كيعرفوا شكون اللي عنده التراكتور يستدعيوه على الاقل يعطيوه انذار ولا هذا باش يعرف راسو بان الله حق. هما راه كيخدموا حتى هذه المساله ديال التراكتورات كتشكل خطر للمواطن. كيدوزوا دابا انا ديك النهار انا طالع ملي كانت اللجنه البرلمانيه عيطوا باش نتلاقاهم تما. انا غادي تلاقيت في وجهي جوج ديال التراكتورات ومعايا المكتب الاداري وكل شيء. قلت دابا يلا باقي ما يوصلوا هذوك راه نتبعهم قدامهم نمشي للعوامره باش نعيط على الجدرميه. مشيت للعوامره جبرت الدرك الملكي في ديك الرومبوان اللي كيدخل جهه الموارعه ديك دائما كيكونوا تما ديك ديال الكاميرا وعيطت على بريغاد اللي في العوامره وخرجوا وجاو عندي. جا عندي لا جودان الله يجازيه بخير باقي بالشنطر وجمعوا كاملين الجدرميه وجاو تما على اساس يعاونونا باش نشدوهم متلبسين ماجين. وانا وقفت في وسط الطريق الله يحشم ويوقف وداز فينا كاملين الجدرميه وداز فيا انا بالكاطونوفيل وكل شيء ومشى. غنوري لك ديك الشيء تشوف العجائب راه كنت وريتهم خطا كيديروا حتى هما عاود عندهم ديك اللسام ما كيبان له وجهه والماتريكولا ما عندهم شي. حتى واحد ما عنده الماتريكولا باش تقول تسجلوا الماتريكولا ولا ما كاينش حتى واحد ما عنده ماتريكولا. يعني واحد الخطر الا ما درنا شي هكا وما حاربنا شي هكا التعاونيه توقف. غتضيع الدوله وغتضيع الجماعه وغيدير التجهيز وغدير وغادي يكسر هاد العمليه وغادي يولي يكبر عليا الحمل. انا حتى انا غيخرج لي من يدي غيبقاو يمشيو حتى هما يديروا غيبقاو بالجوع ما يقدروش يبقاو بالجوع حتى هما غيمشيو يديروا هاد العمليات هادي يمشيو يهزوا حتى هما يقول لك حنا مغاربه ياك حنا مواطنين كاملين. الا كان حلال على هادو خصها تكون حتى علينا حلال. الا كانت حرام خصها تكون حتى عليهم. غير حنا منضبطين وكنسمعوا الهضره حرام علينا وهادوك فوضويين ليه ما يمكنش. هادشي اللي كان في
الختام الحاج بغيناك باعتبارك انت واحد من اهم الفاعلين في القطاع ديال الرمال على المستوى الاقليم وسنوات وعلى المستوى الوطني ككل، شنو كتشوفوا انتم المقترحات ديالكم للحل ديال الازمه ديال هذا الرمال، وشنو الافاق ديالها دابا اليوم ولا غدا عاوتاني ولا تسخر الى لا قدر الله مشى توقف، من عامشوا نجيبوا الرمل واش غنستوردوها من برا ولا فين؟ دابا حنايا دايرين الحساب ديال هذا الشيء. دابا الاقتراحات ديالنا بعدا هو تكثيف الجهود مع السلطات المحليه من اجل تشديد الحراسه على هذه السرقات والاستعانه بالشيوخ والمقدميه وحراس الحدود. هذه الاقتراح الاول، لان هذه السرقات تضرنا كثيرا لان المنافسه تكون غير شريفه كما قلت لك. نحن نؤدي مستحق الدوله والجماعه والتجهيز وذوي الحقوق وهم لا يؤدون شيئا، كما انهم يملؤون الاسواق بهذه الرمال المنهوبه، فنضطر للتوقف عن العمل لمده طويله. كنبقاو غير نتفرجوا، هما كيديو الرمالي، كاين اللي كيدي من هنايا 20 فايش 30 فايش في الليله. هاد من هنا من مسيطروا الغديره، حنا كنديروا 3 البياخيات في الشهر. وكيفاش غادي يبقى شي فيك الحال؟ فهمتي؟ ومن بين المقترحات كذلك اللي قلتي الاستجابه للطلبات ديال التعاونيه. احنا قدمنا واحد العدد طلبات باش نجيبوا الحلول ديال الاستمراريه ديال هذا المقلع. هو درنا واحد التمديد، المقلع عنده باقي اتساع، واحد التمديد ديال واحد 40 كتار اللي تخدمنا شي عامين ولا 3 سنين. درنا الطلبات ديالها هذه سنين وباقي كنتسناو الاستجابه ديال الطلب ديالنا. كنطلبوا من المسؤولين يستجيبوا لنا باش نقدروا نشغلوا اكثر كثير من الشباب، وكذلك التراخيص ديال ديك المستودعات اللي تيطريطيو هذا اللي كيعملوا المعالجه ديال هذا الرمله عاود خصهم يجدوا لنا هذاك الشيء هذاك باش الامور تستمر. خاصه دابا حنايا مقبلين على تنظيم كاس العالم وكاس افريقيا، وغادي يتطلب كثير من الرمال. غادي يتطلب هذا الرمال من اجل اصلاح البنيه التحتيه واصلاح الملاعب واصلاح الطرقات والفنادق وكثير من الاشياء. انا دابا راه ديك النهار عيطوا لي من طنجه قال لي راه احتاجوا الرمله كذا الملاعب. هذا الشيء كامل باش نوجدوا له، باش نهيئوا هذا الشيء لهذا الحدث العظيم اللي غادي يكون عندنا في بلادنا وحنا المرازق به. اذا خصنا نتعاونوا، ما عندنا شيء. ورينا لكم كاينه واحد الحاجه اللي هي موجوده، عطونا سهلوا لنا. واش كتشوف الحاج دابا مثلا ما تمش الاستجابه لهذا الشيء وقل المنتوج او لا توقف، واش غادي يتفاقم هذه العمليه ديال مثلا اللي كيتم في بلايا اللي غادي يولي كل شيء يسرق، غادي يولي كل شيء يسرق الا ما نظمناش هذا الشيء. انا 30 عام وانا كننظم في هذه، راه كانوا 20 كاميون 30 ولاو دابا ولاو الالاف باش وهيداك وانا باقي صابر كننظم فيهم. على الله وعسى ما يكونش العشوائيه، ما تكونش السرقه، ما تكونش كذا، ولكن خصهم يمدوا لنا يد العون، يعاونونا. هذه بلادنا كاملين، هذا الوطن ديالنا كاملين، خصنا كاملين نجريو في المصلحه العامه. في الختام لا يسعنا الا ان نقدم الشكر الجزيل للحاج مصطفى بن حمدان على هذا التدخل ديالو والتوضيحات اللي كانت مهمه جدا، اضاءه على واحد الموضوع حساس من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه السياسيه داخل اقليم العرائش. وكنشكروا متتبعي العرائش نيوز ونضرب لهم موعدا في بودكاست اخر مع ضيف اخر. شكرا للجميع.